السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى من الله انكم تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم دكتور مصطفى داوود، وبإذن الله في الفيديو ده هنبتدي حل أول فيديوهات شابتر الريبرودكشن، وبسم الله نبدأ. بيقول لك في أول سؤال: which of the following function can an organism lose without it resulting in death؟ يعني حاجة ممكن الأورجانيزم يعيش بيها من غير ما يموت، يعني يعيش من غيرها من غير ما يموت. respiration: هل في أورجانيزم ينفع يعيش من غير respiration؟ استحالة. طب هل في اورجانيزم يعرف يعيش من غير اكسكريشن؟ طبعا لا، لان مثلا الناس اللي بتفقد او اللوز يعني الاكسكريشن فانكشن، اللي مثلا عندهم رينال فيلير او فشل كلوي، بيفضلوا يغسلوا كلية 3 مرات في الاسبوع، ولو ما غسلوش مرة هيموتوا. يعني هيحصل لهم accumulation of bad metabolic products يعني، وهيموتوا. طب reproduction طبعا ممكن ما يعملش، يعني لان reproduction دي حاجة secondary، ممكن يعيش من غير reproduction عادي. انما هو مش يعني مش هيجيب اوف سبرينج، بس مش هيموت يعني مش دي حاجة crucial for her life. ترانسبورت: طبعا ترانسبورت مهم، اللي هو يعني via blood، يعني blood vessels، تمام، ان هو النيوتريشن مثلا والاو 2 من الريسبيراتور دايجستيف سيستم للتشوز، وينقل برضو الايه الميتابوليك برودكتس من التشو للكدني عشان تeliminate it يعني. فطبعا الريبرودكشن هي الإجابة. In a study of two species organism of A and B in a forest, the results were represented by the opposite graphs. What distinguishes species A from species B؟ بص، species A لو لاحظت هتلاقي يعني مع التايم يعني هتلاقي ان ال increase its number of individuals، على عكس B decrease، صح؟ يعني مين فيهم بيعمل reproduction؟ A بيعمل reproduction more than B. حلو. طب بص، هيقول لك في الاول تشوز، بيقول لك the conditions are unsuitable for the continuity of species A. طب لو هي unsuitable ما كانش زمانه زاد كده، يبقى دي غلط. بيقول لك individuals of B seek the continuity of their species. ازاي سيكوا اصلا ال individuals عمالة تقل، يعني عمالين يموتوا يعني، فدي لا برضو. species B produces more progeny than species A. ازاي؟ هو بص، ده عمال B اصلا بتقل عن A، فدي لا برضو. The conditions are suitable for the continuity of species A. دي صح، بدليل ان هو عمال ال individuals بتوعه عمالين increase in number، فدي انا هختارها. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لك what explains why a female sea turtle lays around 200 eggs while a female desert tortoise lays only about 30. بص انت الاتنين turtles، يعني tortoise و turtle الاتنين حاجة واحدة، يعني the same. بس الاختلاف فين بقى؟ الديفرنس فين؟ في nature of life. ليه؟ لان واحدة بتعيش في الديزرت، تمام، وواحدة بتعيش في السي. تمام، احنا اتفقنا الاكواتيك اورجانيزمز اللي بتعيش في سواء سي او ريفر او يعني اي انفيرومنت فيها ووتر، يعني بتبقى ايه؟ مور ليفل اوف ريسك. فبالتالي ما دام مور ليفل اوف ريسك يبقى مور ايه، يعني سيك مور تو كونتينيوتي اتس بروجنس يعني، بروجن. فتبقى الاجابه ايه؟ الاجابه ليفل اوف ريسك. طب انت لو فكرت هتقول مثلا تايب اوف موفمنت مثلا زي دي، هل دي ليها علاقه؟ لا. تايب اوف ريبرودكشن ومود اوف نيوتريشن برضه ملهمش علاقه. ليه؟ لان تايب اوف ريبرودكشن على فكره الاثنين حاجه واحده، اصل الاثنين بيبرودوس ايج. تمام، واخد بالك؟ فدي برضو دي ملهاش علاقه. طب والمود اوف نيوتريشن، هل احنا خدنا المود اوف نيوتريشن في الديفرنسز بين الريبرودكتيف كاباسيتي؟ طبعا لا، الريبرودكتيف كاباسيتي بتعتمد على كذا حاجه، مش منهم النيوتريشن، ملهاش علاقه. وطبعا الموفمنت ملهاش علاقه برضو، يعني مش منهم برضو. فالاجابه المنطقيه اكتر تبقى السي، ليفل اوف ريسك. which of the following is not a reason for the greater reproductive capacity of simple algae compared to parsley plant؟ parsley plant طبعا اللي هي البقدونس يعني. ماشي، السيمبل الجيا على فكرة دي موجودة في ال Kingdom of Plants، تمام، وبرضو أكيد البارسلي برضو موجودة في Kingdom of Plants، فالاتنين في the same kingdom. تمام. هو عايز حاجة بيقول لك نوت ريزون، تمام. تعال نشوف بس اللي تشوز. they are primitive. فعلا هو السيمبل الجيا على فكرة primitive، صح. طب because they are autotrophic، هي فعلا autotrophic لأنها في البلانت. طب ماشي، reproduce asexually. asexually فعلا. خدناه السيمبل الجيا، كنا خدناه ان هي ايه؟ في the first type of asexual reproduction، اللي هو كان binary fission. فدي فعلا صح. because they are short lived، ايوه فعلا هما short lived فعلا simple algae. طب اختار انا ايه بقى؟ بيقول لك عايز حاجه not a reason عشان يبقى reproductive capacity بتاعته عاليه. تمام. بص، احنا خدنا في
في الريزونز فور greater or lesser reproductive capacity كان منهم ايه، ان مثلا ممكن يكون الاورجانيزم بريميتيف، فلما يكون بريميتيف يبقى فعلا هتلاقي الريبرودكتيف كاباسيتي بتاعته عاليه. ولما يكون برضو asexually، فاكر لما خدنا ان احنا الاسexual reproduction بينكريز اوف سبرينج، تمام، لان ميتوزس بينكريز اوف سبرينج في ايه، في ليس تايم، فدي برضو سي معايا. طب دي لما يكون برضو الاورجانيزم شورت ليفد بيجيب ايه، بيجيب اوف سبرينج اكبر. انما الاوتوتروفيك دي يعني ايه؟ اوتوتروفيك معناها بالعربي كلمه ذات التغذيه. يعني ايه ذات التغذيه او اوتوتروفيك؟ يعني بيعمل النيوتريشن بتاعته من نفسه. زي مثلا البلانت، البلانت هل بياكل حاجه تاني عشان يتغذى؟ لا، البلانت بياخد من السويل، بياخد منها ووتر وميتالز، وبياخد من الايه، وبياخد من الاير، بياخد CO2 بس. ده اللي بيعمله. انما مثلا مش زينا احنا كالهيومنز، بناكل مثلا بناكل انيمالز وبناكل بلانت عشان نتغذى، فاهم؟ ولكن ده ملوش علاقه بقى بالريبرودكشن. هو بيقول لك نوت ريزون، هي فعلا دي نوت ريزون ان هو يكون اوتوتروفيك او هيتيروتروفيك، ده ملوش علاقه. تمام، فاهم قصدي؟ لان في كائنات تانية هيتيروتروفيك، تمام، وبتتكاثر اكتر منه، فمالهاش علاقه، وفي اقل منه برضه، فاهم؟ فمالهاش علاقه. احنا ما خدناش اصلا في الريزونز اوف reproductive capacity، فتبقى الاجابه بي. Study the opposite table which shows characteristics of four different organisms within answer. بيسألك بقى مين فيهم ال correct ascending order. ماشي، تعال بس نشوف. بقول لك ايه ascending order دي مهمة. ascending order دي يعني ايه؟ ascending order يعني ابدأ من الايه، من ال the least to the more. ماشي، جميل. مين the least reproductive capacity؟ منطقي، هو بيقارن لك ما بين ايه وايه، بيقارن لك هابيتات وافريج لايف سبان. جميل. هو اللايف سبان لو انا مثلا، لو اللايف سبان زادت، لو مثلا واحد اللايف سبان بتاعته 80 سنه، لا يبقى كده الريبرودكتيف كاباسيتي هتقل ولا تزيد؟ لا هتقل، لان هو كل ما كان لونج ليفد يبقى الريبرودكتيف كاباسيتي هتقل. ماشي. طب والهابيتات، مين مور ريبرودكتيف كاباسيتي؟ الهابيتات بتاعته اكواتيك ولا تيرستريال؟ لا، المور ريبرودكتيف كاباسيتي يبقى الاكواتيك بقى. تمام، يبقى مور ليفل اوف ريسك يعني. ماشي، يبقى كده انت لو ذكي هتقول ان الاسcending اوردر، يبقى انا هبتدي الاوردر بتاعي بحاجه مور لايف سبان، عشان انا عايزها لسه reproductive كاباسيتي، وايه، والهابيتات بتاعتها ترستريال. يبقى ترستريال ومور لايف سبان. ماشي. مين في دول ترستريال ومور لايف سبان؟ لو ركزت هتلاقيها دي، اللي هي الديزرت تورتويز دي، السلحفاه اللي بتعيش في الصحراء. الباقي مثلا هتلاقيه فيه اكواتيك، تمام، او اكواتيك وترستر، وده طبعا اكبر عمر يعني، اكبر ايه، لايف سبان. هتبدا بالديزرت تورتويز دي ذا ليست ريبرودكتيف كاباسيتي عندك في الاربعه دول، يبقى تستبعد بي، عشان بي بادئ لك بايه، بكروكودايلز، فتبقى ايه او سي او دي معاك. طب وبعدين، طب خليك ذكي بقى، شوف مين اكبر ريبرودكتيف كاباسيتي فيهم. المفروض ذا موست ريبرودكتيف كاباسيتي فيهم مين؟ ذا ليست لايف سبان، والهيبتات بتاعته اكواتيك ولا ترستيال؟ اكواتيك بقى. ماشي، مين فيهم اكواتيك بس واللايف بتاعته قليله؟ هتلاقي الاوشين سان فيش دي، هتلاقي ان هي اكواتيك ومن 7 ل 8 years. واحد يقول لي طب ما الجروبر فيش الاخيره دي اكواتيك برضو، ماشي، بس اللايف ستايل بتاعتها 30، واخد بالك؟ فتبقى اوشين فيش دي اخر حاجه، اللي هي اكبر حاجه، فما هستبعد برضو ايه، هستبعد الاولى. يبقى كده عندي السي ودي معايا. هيفضل لي بقى عندي هكمبير وذ او بتوين كروكودايلز والجروبر فيش، مين فيهم مور ريبرودكتيف كاباسيتي او مين فيهم ليس؟ بص، اللايف سبان في الكروكودايلز اعلى، واخد بالك؟ يبقى كده ده يخليني اقول ان الكروكودايلز لسه ريبرودكتيف كاباسيتي. طب شوف كده الهابيتات، هتلاقي الهابيتات بتاعت الجروبر فيش اكواتيك، ودي اكواتيك والتريستيال. تريستيال دي تقل لها فعلا ريبرودكتيف كاباسيتي. يبقى كده الكروكودايلز اقل، يبقى لسه زي الجروبر فيش. عشان ايه؟ مور لايف سبان، وفي تريستيال لايف ستايل او تريستيال هابيتات، عفوا. فتبقى كده الكروكودايلز لسه ريبرودكتيف كاباسيتي. يبقى كده هبدأ بديزرت تورتويز وهني وشين فيش سان فيش دي، وبعد كده يعني الاصغر هتبقى كروكودايلز، وبعد كده جروبر فيش. الاجابه سي اللي صح. شفت انا حليت ازاي؟ جبت الاول ذا موست وذا ليست، وبعد كده اللي في النص بقى قارنت بينهم انا مع نفسي. فهمت؟ ماشي. وعلى فكره السؤال ده يعني بيجي، يعني جه في كذا مره ثانويه عامه يعني، بس ايه يعني ما كانش بالتعقيد ده، كان اسهل شويه. فخلي بالك من الاسئله بتاعت introduction of reproduction دي مهمه يعني. السؤال اللي بعده بيقول لك the opposite graph illustrates changes in the number of individuals of four species in an ecosystem after an environmental change. ماشي. الكلمة اللي تهمني في كل ده هو ال environmental change. اهو بص، حصل هنا environmental change. لما يحصل environmental change خلي بالك في حتة asexual و sexual. لو حصل reproductive environmental change
والاورجانيزم ده بيتكاثر بيرودكت يعني اسexual يبقى مش هيعرف ادابت تو اس تشينج، وهيقل عدده هيموت منه كتير. انما لو سيكشوال هيفضل يعني هيموت منه شويه صغيرين بس، اللي مش هيعرفوا يأدبت يعني، لكن المعظم هيأدبت. جميل. فانت عندك هنا ايه؟ بيقول لك مين في دول most likely depend on asexual يبقى ايه؟ لما حصل التشينج اكتر واحد قال، لان هو ايه؟ عنده genetic stability، بالتالي هو the same parent organism. تمام. فتلاقي هنا تلاقي زد بص decrease النمبر ازاي، اكتر واحد decrease دي فيهم تبقى زد هي الصح، لان هو ما عرفش ايه يعني كانت adapt ايه the environmental change then large number of its species die. ماشي. السؤال اللي بعده يقول لك the figure shows a palm tree known for its high quality fruits and resistant to disease. اي كلام. why do farmers prefer planting offshoots يعني offshoots of this palm rather than growing from seeds؟ عندك هنا حاجتين، انا ما اعرفش يعني ايه offshoots يا دكتور، مفيش مشكله، بس بص على الرسمه وهتعرف. قال لك هنا الاوفشوتس دي asexual reproduction، دي الكلمه اللي تهمني مش حاجه تاني. والسيد sexual reproduction، هو هنا عايز يقارنك بين sexual و asexual، بس حاطهم لك في الفاظ بس اوفشوت وسيدز وكلام من ده. هناخد السيدز بالتفصيل في تقريبا الدرس الرابع تقريبا. ماشي. ماشي. هو بيقول لك بقى ليه بيفضلوا الاوف شوتس عن عن السيدز، يعني ليه بيفضلوا الاسexual عن السexual؟ خلاص يبقى اختار بقى كاركتر موجوده في الاسexual مش موجوده في السexual. to achieve genetic diversity، لا انا بتكلم انا عايز asexual دلوقتي، ازاي genetic diversity؟ استحاله. to produce individuals that carry the same traits of the original parent، طبعا هي فعلا دي صح، بس انا لازم اقرا الباقي. طب اشمعنى اخترت ذا سيم؟ عشان هو بيسألك على حاجة asexual فلازم أن تكون ذا سيم. ماشي. بعدها بيقول لك to increase biological cost and genetic diversity or not genetic diversity، لا بقى. produce individuals with traits different from original pawn، ازاي traits different وانا بعمل asexual؟ غلط طبعا، تبقى الإجابة بي هي الصح. نخش بقى على الباينري ريفيجن. تقول لك ايه الامبورتنس بتاع الباينري ريفيجن في الاميبا؟ الباينري ريفيجن ده اللي يهمك بس ان هو ايه؟ asexual. بيقول لك producing new individuals in different size، لا هو the same size. producing individuals ليه same size؟ ليه the same size؟ عشان انت بتقسم السيتوبلازم بتاعك، وبتقسم يعني الكونتنت اوف ذا سيل وبرين سيل على التو سيلز الاوف سبرينج. ماشي. بيقول لك producing individuals with new traits. new traits ازاي يا راجل وانا بعمل asexual؟ يبقى the same traits. بيقول لك producing large numbers of individuals of the same species، ايوه صح، انا فعلا الاسexual بستخدمه ان انا اعمل large number. طب دي بيقول لك producing individuals more adapted to environmental change، لا ده لو sexual، انما انا بتكلم دلوقتي على asexual، تبقى الاجابه سي اللي صح. The opposite figure shows the stages of asexual reproduction in an amoeba. ماشي جميل. Which stage does cytoplasmic division begin؟ يعني ايه يا دكتور cytoplasmic division؟ بص يا سيدي، عشان انت عندك الباينري فيجن ده عبارة عن سيل ديفيجن. حلو. طب ما هو السيل ديفيجن قلت لك في الحصة ان هو يعني تو تايبس، او مش تو تايبس، تو ستيبس بقى. دلوقتي السيل جواها نيوكليوس، اللي هي اللي انا بقول لك عليها بالسهم دي نيوكليوس، وبقيه الفلويد ده اسمه سيتوبلازم. فعشان اجيب تو سيلز محتاج تو نيوكليسز، واقسم السيتوبلازم ده عليهم، صح؟ ماشي. يبقى ما دام تو نيوكليسز او تو نيوكلياي بقى، ده جمع النيوكليس، تو نيوكلياي. ماشي. يبقى اول حاجه اعمل نيوكليير ديفيجن. ليه؟ عشان اجيب تو نيوكلياي اهو، عملت النيوكليير ديفيجن فعلا في ستيب بي. وبعد ما عملت النيوكليير ديفيجن هعمل بقى سيتوبلازم ديفيجن اللي هو سألك عليه. فاهم؟ فالسيتوبلازمك ديفيجن حصل فين؟ في سي. ليه؟ ان هو شايف السيتوبلازم بينفصل عن بعض اهو، اهو بينفصلوا عن بعض. طب امتى النيوكلير ديفيجن؟ في بي. فكده السيل ديفيجن عموما تو ستيبس. تمام. نيوكلير ديفيجن وبعد كده سيتوبلازميك ديفيجن. تمام. حلو. تبقى الاجابه ايه انهي؟ تبقى الاجابه سي بقى اللي حصل فيها سيتوبلازميك ديفيجن دي. على فكره ده جه السنه اللي فاتت تقريبا تجريبي يعني. The graph shows the change in the size of parent organism before and after reproduction. جميل. Which type of reproduction is represented in the graph؟ عندك يعني البيرنت اورجانيزم ده before كان موجود وله سايز يعني. after reproduction disappeared، ما عادش موجود. اه مين في يعني one type بس of reproduction اللي بيحصل فيها disappearing للبيرنت اورجانيزم. مين بقى؟ هي حاجة واحدة بس، الباينري فيجن، مفيش غيرها. تمام كده. ولا سبوروجني بقى ولا ريجينيشن اي حاجه، لا كله بيبقى البيرنت اورجانيزم موجود معانا الباينري فيجن. فدي يعني ايه حفظ صم يعني.
why is a change in water purity considered a threat to the life of amoeba. بص يا سيدي، تعال بس نشوف الاختيارات ونشوف فعلا هو ده بيتكلم عن الاميبا ولا لا. بيقول لك اوتو because it is autotrophic. لا، هي مش autotrophic. الاميبا على فكره هيتيروتروفيك. تمام، دي معلومه ليك يعني. because it's a protozoa، اي فعلا بروتوزوا، ويونيسيلولار فعلا، وبتعيش في الفريش ووتر. تمام، مظبوط. ولكن التلاتة دول صح، بس هو بيقول لك مين فيهم تهديد على حياتها لو انا عملت تشينج ان ووتر بيوريتي. يبقى دي عشان بتعيش في الفريش ووتر، منطقي صح. طب انت يا دكتور ما اخترتش ليه سي مع انها فعلا هي يونيسيلولار؟ عشان ده مش اللي هو عايزه، لان هو بيقول لك ايه سبب ان يبقى تهديد على حياتها تغيير نقاء الماء. ان هي تعيش في فريش ووتر، فهي متعوده على ميه نضيفه، لو جالها ميه مش نضيفه هتموت. فاهم؟ انت عارف ليه ما اخترتش بي وسي؟ عامل زي ايه؟ عامل زي واحد مثلا بنقول له هو ليه النادي الاهلي مثلا بيكسب بطولات كتير، قام جاي واحد رد عليه قال له عشان النادي الاهلي ده مقره في القاهره. طب ما ايه العلاقه؟ ما هو مقره في القاهره فعلا، بس ايه العلاقه ان هو في القاهره بقى يكسب بطولات كتير؟ مالهاش علاقه صح. يبقى الفكره عندك في ايه؟ الفكره عندك انك تختار السبب اللي سألك عليه في السؤال، مش اللي انت شايفه صح. يعني باختصار شوف السؤال عايز ايه يعني. ماشي. by examining the opposite figure what is the primary purpose of step 1. ركز في كلمة step 1 دي مهمة. هو step 1 كانت ايه؟ step 1 ان هو عمل الريجيد وول اللي احنا قلنا عليه اللي مكون من كايتين يعني. يبقى انت لحد هنا، اللي تحت بقى مالكش دعوة بيه خالص. هل هنا ستيب 1 عمل ريبرودكشن او ديفيجن او اي حاجه؟ لا، لسه بيقول يا هادي، لسه عمل بس الريجيد دول وخلاص. تمام. بيسالك بقى to increase the number of individuals reproduced by reproduction. increase number ايه يا عم؟ انا لسه عملتش حاجه، انا مجرد بس عملت الوول، فدي لا. طب بيقول لك to protect organism from unfavorable condition. دي ماشي، ان هو فعلا انا بعمل الوول عشان ابروتكت الاورجانيزم. طب سي to produce genetically diverse individual. يا ابني produce ايه؟ انا لسه عملت الوول بس، مش هبروديوس حاجه لسه. طب دي بقى اللي هتلخبطك. to ensure the survival of parent organism after condition improve. طيب، انت عارف ايه اللي غلط اللي دي؟ ان هو قال لك دي parent organism after condition improve. هو after condition improve اصلا هيكون خلاص يعني عمل division صح. طب ما دام عمل division في الباينري فيجن اصلا البيرنت اورجانيزم بيديس ابير. فاهم؟ البيرنت اورجانيزم مش انا اللي هحميه بعد الكونديشن امبروف. امال مين؟ اوف سبرينج بقى اللي هحميه بقى. تمام. لان البيرنت اورجانيزم في الباينري فيجن بي ايه disappear. The graph shows two types of asexual reproduction X and Y in a unicellular organism. What is the similarity between them? ماشي. ركز انه قالك ايه of a unicellular organism، يعني في نفس الاورجانيزم وهو unicellular. ماشي. اكس عمل لك كان في هنا بيرنت سيل، وبعد كده ادت لك ايه اوف سبرينج من غير البيرنت سيل. يبقى البيرنت سيل ده سبير، يبقى ده اكيد ايه باينري فيجن. وكذلك هنا برضو، بس في هنا باينري فيجن اداك 2 سيلز، وفي باينري فيجن اداك 4 سيلز. يبقى يبقى واي ده يعني ناتشورال باينري فيجن عادي، واكس ده ريبيتد باينري فيجن. تمام. ماشي. حلو. بيقول لك بقى ايه السيميلاريتي بينهم؟ environmental condition. لا، احنا اتفقنا ان في الريبيتد باينري فيجن بيبقى الكونديشنز مش يعني بتبقى هارد يعني، فدي لا. the size of resulting cell طبعا لا. بص حتى السايز هنا، بص هنا فين وهنا فين، فطبعا السايز مش similarity. number of resulting cell هنا 2 هنا 4، ده مش similarity. number of chromosomes in the resulting cell. دي مهمة بقى. ليه بقى؟ اصل هو الاتنين التو اورجانيزمز هما نفس الاورجانيزم، بس الفكرة بس في التايب اوف برودكشن مختلف. ما دام نفس الاورجانيزم يا شباب يبقى نفس البلويد او نفس النمبر اوف كروموسومز. تمام. ده اكيد. مفيش اورجانيزم واحد النمبر اوف كروموسومز مختلف فيه في individual عن التاني. يعني مثلا هيومن، مفيش هيومن ما عندوش 46 كروموسوم الا مثلا حالات شاذة. فاهم كده يعني ما دام نفس الاورجانيزم يبقى نفس النمبر اوف كروموسوم. بيقول لك the opposite graph shows the result of amoeba's reproduction after being exposed to unfavorable condition. اميبا و unfavorable condition يبقى خلاص ده كده repeated بقى repeated binary revision. جميل. if one fission takes 20 minutes how many small amoebae دي الجمع يعني اميبا بقى لما احط لها يعني بص اميبا فين اهي. اميبا دي مفرد، لما احط لها ايه تبقى اسمها اميبي وتبقى جمع. ماشي معنين. هو بيقول لك بقى ايه النمبر اوف اميبي ريليز ات بوينت اكس. فين بوينت اكس دي؟ اهي. بوينت اكس دي عند تايم كام؟ عند تايم 120 minutes.
حلو، هو قالك ان الفيجن الواحد بياخد 20 اهو، مثلا 20 minutes، ماشي، بياخد ايه 1 فيجن، صح؟ طب 120 minutes بقى هيديك كام فيجن؟ ضربين في وسطين بقى، يبقى 120 over 20 هيديك كام؟ 6. هيديك 6 فيجنز. جميل، مادام 6 فيجنز هيديك كام اميبا بيبقى؟ احنا قلنا ان number of amoeba released after repeated binary fission بيبقى ايه؟ بيبقى 2. لازم تحط 2 to the power of number of ايه number of fissions، يبقى 2 to the power 6 to the 6 power، اللي هي بالعربي 2 أس 6 يعني كام؟ 64. حلو. السؤال ده الصراحة استبعد انه يجي، لان هو رياضة اكتر من ان هو احياء يعني، بس اديك فهمت يعني، انت جبت بس العدد من على الرسمة لقيته 6 فيجنز، وبعد كده عملت 2 to the 6 power بس وخلاص. Which of the following organisms has a life cycle that includes the phenomenon shown in the figure؟ انت عندك هنا دي unicellular cell، وبعد كده عملت لك budding، وعملت لك هنا ايه ده بنسميه ايه؟ cellular colony. ماشي، مادام cellular colony و unicellular و budding، ده مفيش غير اليست. ماشي، اليست فانجس هو الوحيد اللي بيعمل الكلام ده. تمام، بيعمل اللي هو اللي بيعمل يعني يعني the only fungus which reproduce by budding. برضو جايب لك نفس السؤال برضو بعدها، بس السؤال ده حلو. study the opposite figure illustrating reproduction in yeast, then deduce which of the labeled cells represent sister cell. يعني ايه sister cell يا دكتور؟ بالفهلوة sister يعني ايه؟ sisters يعني from the same parent، صح؟ خلاص، اختار هنا في الاختيارات اتنين طالعين من السيم بيرنت. بص كده، اول اختيار بيقول لك A و B. A و B طالعين من السيم بيرنت، طالعين من D اللي هو the same parent. خلاص، يبقى الاتنين دول فعلا sisters، هختارها. تمام، بس هو دي الفكرة يعني. دي على فكرة دي جت ثانوية، جت دور تاني قبل كده. مثلا لو كانت مثلا A طالع منها حاجة كمان وسميتها F مثلا، يبقى F و C دول sisters مثلا يعني. بس دي كل الفكرة. The figure shows the reproduction of two different organisms. السيميلاريتي اللي ما بينهم، الاكس عملت ايه؟ الاكس دي ريبيتد باينري فيجن في الاميبا، والواي الواي ده بادنج في اليست. هو بيقول لك بقى السيميلاريتي بينهم ايه؟ والله تعال نبص، ميثود اوف ريبرودكشن ولا طيب، مهمه دي. ميثود يا شباب، ميثود يعني يا اما سيكشوال يا اسيكشوال، تمام، ده الميثود. الطيب اوف ريبرودكشن لا، دي كتير بقى، باينري فيجن، بادنج، سبوروجني، بارثينوجينيسيس، كتير. ماشي، يبقى الطيب هي الاكتر، افتكر. يعني السيميلاريتي بينهم طيب ولا ميثود؟ لا، هي الميثود، لان الاتنين اسيكشوال، انما الطيب مختلف، واحده باينري فيجن والتانية بادنج. طب سي بيقول لك unfavorable condition، لا ده في اكس بس. disappearing of parent organism ده برضه في اكس بس. تبقى الاجابه هنا ايه هي اللي صح؟ examine the opposite graph illustrating the reproduction of an organism, then fill in the blanks. The graph most likely represent the reproduction of A under A. بص، عندك البيرنت ده كان before reproduction، البيرنت كان موجود وله سايز، وبعدها بعد الريبرودكشن البيرنت still existing، يبقى ده استحالة يكون باينر فيجن. ماشي، والدارك اوف سبرينج اقل منه. يعني مثلا ممكن يكون البيرنت كان كده مثلا، والدارك كده، اوف سبرينج كده مثلا، اللي هو اللي ايه، الصن يعني، يعتبر ابنه يعني، اللي هو الصن، هي الصن، وبعد كده ايه انفصلوا عن بعض مثلا، او فضلوا مع بعض، ايا كان يعني. تمام، فالفكرة ان هو اهم حاجة، بس هو مش باين فيجن عموما يعني. تمام. بيقول لك اول حاجة ده تيوبركلوزس بكتيريا وسيتابل كونديشن. دكتور يعني ايه تيوبركلوزس؟ استنى بس قبل ما اقول لك يعني ايه تيوبركلوزس، هو بيقول لك بكتيريا. هو البكتيريا ريبرودوس باي ايه؟ باي باينري فيشن، واحنا اتفقنا ان انا مش باينري فيشن عشان الايه، البيرنت اورجانيزم اكزيست مش ديسابير، فده استحاله. تمام. تيوبركلوزس بقى يا سيدي يعني السل، عارف انت مرض السل؟ السل هو التيوبركلوزس. ماشي. الهيدرا فعلا الهيدرا ريبرودوس باي ايه؟ باي بادنج. ولكن هل انستابل؟ لا، الهيدرا قلت لك في الحصه دي مهمه، الهيدرا في الانستابل كونديشن ريبرودوس باي سيكشوال باي جاميتس، تمام، فدي لا. بيقول لك يست وسيتابل كونديشن، فعلا اليست اندر سيتابل كونديشن بيريديوس باي بادنج، تمام. اميبا لا، قلنا اميبا لا، احنا مش بنتكلم على باينري فيجن بقى. تبقى الاجابه سي اللي صح. study the figure showing the reproduction of two species of organism, then determine which of the two types reproduction allows the organism to survive under unfavorable condition. مهمه دي يا شباب. كلمة أول ما تجيب لك unfavorable condition ويقول لك إن هو حاجة تقدر تستحمل unfavorable condition،
يبقى كده بيتكلم عن حاجه reproduce sexually. ماشي. لو asexually هيجيب genetic stability ومش هيعرف يعني adapt ولا حاجه. انما لو هيعرف adapt ويعرف survive تحت ال unfavorable condition، يبقى ده اكيد اكيد مليون المية لازم يكون sexual. طب مين عندك في الجرافس A ولا B sexual؟ والله ايه ده باينري فيجن ده asexual، وبي ده بادنج asexual برضو. مفيش واحد فيهم ولا sexual، يبقى مين فيهم هيعرف survive under unfavorable condition؟ neither. ولا ده ولا ده، لان ولا واحد فيهم sexual. طب الاجابه دي اللي صح. شايف الموضوع سهل ازاي؟ ده بقى جه في ريستيشن 2024 السنه اللي قبل اللي فاتت. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ ماشي. السؤال اللي بعده ده حلو. study the opposite figure shows two methods of reproduction in sponge. احنا اتفقنا ان السبونج والهيدرا الاتنين تقريبا نفس الستايل. يعني بيقول لك ايه، الاتنين reproduce by 3 types of reproduction. ايه 3 types؟ اول حاجه sexual بالجاميتس، تمام، وتاني حاجه البادنج، وتالت حاجه الريجنريشن. ده السبونج والهيدرا. ماشي. تعال بقى نبص كده في هنا في السبونج هنا ناحية يمين وناحية شمال. تمام. يعني ايه ناحية يمين وناحية شمال؟ يعني هو ماشي لك هنا يعني باث واي يمين وباث واي شمال، فاحنا هنمشي الاول بالترتيب عشان ننظم تفكيرنا. بص يا سيدي، جاب لك الناحية اليمين عمل لك ديفيجن 2، سماه ديفيجن 2، تمام، وطلع لك هنا سبيرم ودي طلعت لك اوفا. اه يبقى ده اكيد ايه، ده سيكشوال، بدليل ان هو حصل هنا فيرتلايزيشن اهو. تمام. وكون لك زيجوت وعمل لك هنا ايه، عمل لك هنا individual بي. يبقى individual بي ده لو انت ذكي ده ايه، formed by sexual reproduction. جميل كده. طب ما دام formed by sexual يبقى ده كده في genetic diversity وكلام من ده. حلو. يبقى الديفيجن ايه ده، نوعه ايه بقى، ميوتوزيس ولا ميوزيس؟ لا ميوزيس. ميوزيس دي لانه ما دام ميوزيس يبقى ده كده فروم ايه، عشان عمل سيكشوال يعني، فده اكيد ايه، الجميتس نتجت من ميوزيس. جميل. طب وهنا في الناحية الشمال، لا ده عمل لك بادنج. حتى بص في باد اهو، وطلع لك ايه، individual one. individual او individual ايه، عفوا individual ايه ده ناتج من asexual. يبقى ده في genetic stability. طب يبقى الديفيجن ايه بقى، ما دام هو في genetic stability يبقى ده اكيد mitosis. ماشي اتفقنا كده. لو نظمت تفكيرك هتحل، انما لو جريت على الاختيارات يعني اكيد هتنقص. بيقول لك ايه بقى، ايه التايب اوف ديفيجن في 1 and 2؟ والله في 1 كان ميتوزيس وفي 2 ميوزيس زي ما اتفقنا. يبقى الإجابة دي. ايه اللي distinguish individual A from B؟ والله ال A طالع من genetic stability و B العكس. انت فاهم؟ A withstand the environmental change استحالة، لأن A ده طالع من genetic stability، ما استحالة. طب the number of chromosomes، لا الاتنين واحد لأن الاتنين sponge. genetic stability دي فعلا اللي تميزه، ان هو ما حصلش ميوزس فيه. reproduce through the regeneration، الاتنين sponge فالاتنين يعرفوا reproduce through regeneration. تمام كده. خش بقى على السبورز. بيقول لك which struct، السؤال ده يعني لف على الفاضي. which structure is formed as a result of mitotic division in the sporangia of bread mold؟ ايه ده يا دكتور يا عم، البريد مولد عنده حاجه اسمها سبورانجيا، اللي هي اللي عندك تحت في الرسمه، اللي هي الحاجات دي، الدوائر دي اسمها سبورانجيا، اللي بتطلع لك السبورز. ويقول لك بقى ايه الديفيجنز اللي بتحصل في السبورانجيا، بتطلع لك ايه، بتطلع لك سبورز بس كده. مش هيطلع لك سيست ولا سبورانجيا سبور ولا الكلام ده يعني. ماشي. based on your study of the opposite figure. opposite figure ده اللي هو ايه، البريد مولد. مين في دول describe structure x؟ structure x اللي هي السبورز. ماشي كده. مالها بقى؟ خلي بالك ان السبورز بتاع البريد مولد reproduced او يعني produced او formed by mitotic، وبتعمل mitotic division برضو. يعني كده كده هتعمل mitotic division عشان الجروس، انما هي reproduced برضو by mitotic division، لان اصلا البلويد بتاع البريد مولد ان، فبالتالي دي اكيد ان، ما ينفعش تبقى هاف ان يعني. تمام. هتبقى اكيد دي ميتوزس، فهي formed by mitotic division و divides mitotically. تمام. اللي هي الاجابة بي. بي اللي صح. ماشي. which of the these types of asexual reproduction occurs through specialized cell for reproduction؟ حلو ده. يعني ايه يا دكتور كلمة specialized cell for reproduction؟ كلمة specialized cell for reproduction معناها سيلز موجودة بس للريبرودكشن، مش موجودة حاجة تاني. بمعنى يعني مثلا في البريد مولد السبورز دي
هل ممكن اعتبرها سبيشاليست سيل ريبرودكشن؟ فعلا، لان هي فعلا وظيفتها في الحياه انها تعمل ريبرودكشن اصلا. تمام، ما بتعملش حاجه تاني، ففعلا دي ممكن اعتبرها. طب مثلا في الاميبا، الاميبا اصلا هي كلها على بعضها وان سيل، هل هي سبيشاليست فور ريبرودكشن؟ لا، هي مش سبيشاليست فور ريبرودكشن. هي بتعمل كذا حاجه غير الريبرودكشن، يعني بتعمل نيوتريشن وبتعمل ابسوربشن وبتعمل سكريشن، بتعمل حاجات كتير قوي. فاهم؟ مش كذلك برضو اي بقى اورجانيزم منه سيلولر، زي مثلا اليست اللي في دي والاميبا اللي في سي، فدول بره، ما عندهمش حاجه سبيشالايز. طب ايه اللي هو الايه ده بيقول لك كوكونات ميلك، يبقى ده اكيد ايه، ده تيشو كلتشر. طب والتيشو كلتشر هل في سبيشاليست في الريبرودكشن؟ لا يا باشا، انا باخد سيل من اي حته في البلند، بشرط انها ما تكونش جاميتس. باخد ليفز، باخد روتس، باخد ستيم. هل دي حاجه سبيشالايزد؟ لا، دي حاجه مش سبيشالايزد، هي على الجنب كده ممكن تعمل ريبرودكشن، بس مش سبيشالايزد ليه. انما في بي السبورز سبيشالايزد للريبرودكشن فعلا على فكره. تمام. فانا هختار الاجابه في بي، عفوا لان هي فعلا سبيشالايزد للريبرودكشن، ما بتعملش حاجه ثانيه اللي هو يعني. which of the following organism doesn't reproduce by the method shown in the opposite diagram؟ حلو. مين في دول doesn't reproduce؟ هو بيقول لك ايه اصلا اللي في الدياجرام دي؟ multi cellular organism، ادالك single cell with a sick wall، طبعا دي السبور، ماشي. وبعد كده ادتك نيو مالتي سيلر انديفيدوال، خلاص يبقى ده كده سبوروجني. ماشي. مين في دول ما بي نوت ريبروديوس ويز سبوروجني بقى؟ مين؟ ييست، بريد مولد، مشروم، ولا فيرن؟ طبعا اليست. اليست الوحيده يعني the only fungus was reproduced by budding but not sporogny. وعلى فكره اليست برضو في حاجه مميزه ليه كمان، بس هناخدها في شابتر الدي ان ايه في الاخر خالص ان شاء الله. what happens when a bread mold spore reaches the medium shown in the figure؟ ايه الميديم؟ dry nutrient medium. سبور راحت على dry nutrient medium. هل هي هل هي هتعمل ميتوتك ديفيجن او كده؟ لا، هي مش هتعمل ديفيجن اصلا، هي هتفضل قاعده. فانا هستبعد دي. مبدئيا هي مش بتعمل ميوتك اصلا، يعني ما بتعملش اساسا ميوتك، فاهم؟ سواء بقى يعني في دراي او ويت يعني. ومش هتعمل ميتوتك برضو عشان هي في دراي. طيب هي لوس اتس فايلتي ولا ريمينز دورمنت؟ لوس اتس فايلتي يعني هتموت، ريمينز دورمنت يعني هتفضل قاعده كده وخلاص. طب انت تختار انها تموت ولا تفضل قاعده؟ انا هختار انها تفضل قاعده. ليه مش هتموت يا دكتور؟ باختصار لان اصلا السبور احنا حكينا ان هي فيها ثيك وول ويعني وليس اماونت اوف ووتر وحاجات كده، كل ده عشان ايه؟ عشان تأدبت تو هارد كونديشنز، فاهم؟ فما يجيش بقى واحد يقول لي مثلا ان هي قاعده على الضريح فهتموت. لا، هي مش هتموت، لان هي ربنا سبحانه وتعالى ميزها بشويه كاركترز بتخليها تتحمل الهارد كونديشنز. فعشان كده هي تفضل عندها الفايلت بتاعتها، لكن هي مش هتنمو بس. يعني هي ايه، ريمينز دورمنت، صح؟ فاهم؟ لحد بقى ما الدرايد نيوتريشن ميديوم ده يبقى ايه، ان يبقى ويت. the opposite figure او in the opposite figure when condition improve what is expected to occur in x and y؟ جميل ده على فكرة قوي. في x يقول لك thick wall of modified cell. هو مين الموديفايد سيل اللي عندها thick wall؟ دي السبور. طب و y يقول لك thick كاي كايتينوس كود كايتينوس يعني كايتين يعني. مين الحاجة الوحيدة اللي خدتها فيها كايتين في المنهج؟ بتاعة الأميبا، بتاع repeated binary vision. حلو. وعلى فكرة جوه ال الكود ده هتلاقي فيه كذا سيل، خلي بالك. بيقول لك ايه اللي هيحصل بقى لما الكونديشن امبروف. مبدئيا ما دام الكونديشن امبروف يبقى اكيد ايه، الاكس دي هتريديوس وهتقعد تعمل ديفيجنز. طب الواي ليه ما تعملش ديفيجنز؟ او الواي هتعمل ولا لا الاول؟ باختصار الواي مش هتعمل ديفيجنز لما الكونديشن امبروفز. ليه بقى؟ لان لما الكونديشن امبروفز احنا خدنا ان اللي بيحصل ريليز للاميبي سيلز، الاوف سبرينج بتاعها يعني، يحصل ريليز بس. انما اصلا الديفيجن كان بيحصل ايه، والكونديشنز لسه didn't improve، فاهم؟ يعني ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ الكونديشنز جت وحشه، اهي بدات تبقى وحشه. هتقوم جايه الاميبا محاوطه نفسها بالكايتين وعامله ايه، ريبيتد ديفيجن. لسه ايه الكونديشنز didn't improve، هي خلاص الديفيجن بتاعتها بقى ماشي. هيحصل ريليز امتى؟ لما الكونديشن امبروف، فاهم؟ يبقى لما الكونديشن امبروف في الاميبا مش هيحصل ايه، مش هيحصل ديفيجن، هيحصل ريليز بس.
فاللي هيحصل ان الاكس بس هي اللي هتحصل لها ايه، ديفيجن، يبقى الاجابه ايه اللي صح. فهمت التركه فين، ان هيحصل ريليز بس الواي، مش هيحصل ايه division. Studies opposite figure illustrating the production of two different organisms then conclude X طبعا دي اليست و Y دي البريد مولد. اللي بتستنجوش Y عن X، اللي بتستنجوش السبروجني عن البادنج. type of cell division لا الاتنين ميتوزيس. method of reproduction لا الاتنين asexual. امال امتى اختارها؟ لو كانت type كنت اختارها فعلا. occurs only in unicellular. طبعا لا اصلا السبوروجني بيحصل تقريبا او لازم أن يحصل في مالتي سيلول. depend on specialist cell. ده فعلا احنا لسه قايلين في السؤال قبل كده ان فعلا السبوروجني محتاج على السبيشالست سبيشالست سيل ريبرودكشن اللي بنسميها السبور. which graph shows how evolution affect an organism's regeneration and reproduction. احنا قلنا الايفوليوشن دي كل ما الايفوليوشن زادت كل ما كان more evolutive، كان ايه، كان less reproductive و less regenerative. فالاتنين inversely proportional. يبقى الإجابة ايه اللي صح، بس دي مش محتاجة شرح كتير يعني. which of the following represent the correct ascending order انا هبدأ من الصغير. تمام. for of the organisms shown in the figure in terms of their ability to regenerate. ماشي. مين اكتر حاجة في الصورة يعني عندها ability للريجنريشن؟ طبعا البناناريا اللي هي رقم 2 او رقم نمبر 2 دي عندك في المنهج يعني عايز ايه، the most او the biggest ability to regeneration. تمام. انما مثلا 3 اللي هو الفالكون ده اكيد طبعا مش هيبقى عنده ability to regeneration يعني زي البناناريا. تمام. لان الريجنريشن فيها يقتصر على ايه، على الهيلينج اوف انجريز وخلاص. طب و1 برضو في بس اقل شويه من ايه، اقل شويه من البلاناريا واعلى شويه من الفالكو. يبقى لو عايز اسندنج هبدا من الصغير، هبتدي بتلاتة وهنهي باتنين. اللي هي الاجابه ايه اللي صح، ودي سهله دي. study the two opposite figures then answer what is the difference between او difference in division between two figures 1 and 2. والله في 1 ده ليفر ماشي، وبعد كده 2 دي هايدرا. جميل. مين فيهم بغرض او يعني البروبوز بتاعته الريبرودكشن؟ طبعا 2. انما 1 غرضه هيلينج بس يعني. ماشي. بيقول لك الديفرنس number of cells produced by number of cells produced from each division. دي مهمة دي. هو طبعا في ال 1 و 2 يعني total divisions مختلفة طبعا والتوتال سيلز مختلفة اكيد. انما الفكرة فيه هو قال لك from each division، هو الديفيجنز في الحالتين ميتوزس صح. يبقى from each division I reproduce two cells لان هو ايه، ميتوزس اكيد. تمام. فدي فعلا على فكرة دي similarity، مش ايه، مش difference يعني، عشان قالك each division. the number of chromosomes in the resulting cell لحد هنا دي difference. لما قالك compared to original cell اكيد the same. تمام. ليه؟ لان الاتنين دول ايه، دول mitotic division، فبالتالي number of chromosomes in resulting cell compared with original cell اكيد the same لان ده ميتوزس، يبقى في هنا genetic stability يعني. فدي لا برضه. the purpose of division ده فعلا difference، واحد بغرض الهيلينج واحد بغرض الايه، واحد بغرض الريبرودكشن. فدي فعلا ده difference. طب دي بيقول لك type of division الاتنين ميتوزس، دي similarity. the figure shows different levels of regeneration in various organisms. مين في دول involves regeneration that only restores the lost part. حلو ده، والسؤال ده جميل على فكرة. جميل. بص بيقول لك عندك مين فيهم restores the longest. اكيد مش زد ولا ال، لان زد ولا ال مش restores the lost part، بالعكس ده reproduction. فاي حاجة فيها زد وال استبعدها. مثلا دي لأ ودي لأ، فاضل A و C. طب اكس ولا اكس اونلي ولا اكس وواي؟ هتقول لي اكس اونلي. اكس احنا كده متاكدين منها. طب واي في الرسمه دي انا هختارها. ليه؟ لانه بص هنا ايه، قطع فين في الستار فيش. بص قطع فين، قطع ما جابش حته من ايه، من البتاع اللي في النص ده. تمام. فبالتالي دي مش هتبقى ريبرودكشن، امال دي هتبقى ايه، دي هتبقى ريستور لوس بارت بس.
فهعتبرها هاخدها معايا في الاعتبار، اختار اكس وواي يعني عشان الرسمه بس. انت لو مركزتش في الرسمه اختار اكس بس. تمام. A starfish used in an experiment to study its ability to regenerate. It was cut as shown، يعني اتقطع زي ما في الصورة كده، and placed in salt water tank. مهمة salt water tank دي لأن قلنا الستارفيش أصلا ما بتعيش إلا في salt water بس. For a period of time. How many individuals were produced and how long it take to observe it result. ماشي. مبدئيا هو القطعة اللي فوق دي أنا مش ههتم بيها لأن هو قطع ايه بعيدة عن الميديان ديسك، إنما اللي تحتها هو فعلا قاطع مع الميديان ديسك. يبقى ايه اللي هينتج. هينتج الدراع اللي في النص ده، او الدراع اللي هو الحته دي معاها الميديان ديسك، فده انديفيدوال. والريست اوف انديفيدوال الاولاني يبقى كده في اتنين، واحد اتنين، بس حاله يكونوا تلاتة. هما اتنين. طب وحته بقى، هو اصلا مديك 1 يير 1 هنا، هو في الكتاب بتاع العربي كاتب لك هنا تقريبا 1 مانث. بس عموما هي 1 يير هي الاجابه يعني. ليه مش مهم، انا شايف انها مش مهم خالص ان انا اشرحها يعني. المهم ان انت تعرف بس ان هينتج ايه. تو individuals يعني. The opposite figure shows a planaria worm. A worm cut into two pieces and placed in salt water. حلو. البلاناريا قلنا انها ما بتعيش في السولت ووتر، فبالتالي مهما قعدت تقطع فيها مش هيديك حاجه، هيديك زيرو زيرو. ماشي، ده من غير شرح كتير بقى. وبرضو يعني السؤال اللي بعده هيقول لك ايه. هيقول لك ده ستار فيش هيحط لك في نايل ريفر، ماشي فريش ووتر. لا، برضو لا، هديك زيرو برضو. يبقى دي نفس الفكرة يعني، نفس فكرة السؤال. تمام. when both hydra and planaria are cut longitudinally. طبعا الاتنين هيدوك ايه، هيدوك regeneration او هيدوك برضو عفوا reproduction يعني، لان الاتنين عندهم high capacity of regeneration. يبقى ايه اللي هيحصل، both hydra and planaria regenerate. يبقى ايه اجابة بي اللي صح، ده واضح ده. the table shows the types of البرودكشن caused used by organism X to preserve its species. ماشي. قالك ان هو reproduce by budding. طب استنى كده شوف الاختيارات مين فيهم budding. هل بلناريا فيها budding؟ لا. الستارفيش فيه budding؟ لا. ال سبايروجايرا الجا. سبايروجايرا ده هناخده الفيديو الجاي ان شاء الله. في budding؟ لا. طب السبونج فيه budding؟ فعلا هي دي الاجابه. بس مجرد انا شفت بس اول حاجه واستبعدت. examine the opposite figure which shows different أو three different forms of reproduction in marine animals. when then answer. حلو. which form of reproduction leads to genetic variation. طبعا ده الهيدرا، وقلنا ان هو في 3 types of reproduction زي السبونج برضو. sexual by gametes و budding و regeneration. البادنج هتلاقيه اللي هو واحد ده، واحد ده ناتج من البادنج ماشي، وتلاتة اللي هو ايه او 3 يعني، ده اللي بتاع ايه، بتاع الريجنريشن. بتاع بقى بتاع السكشوال هتلاقيه اللي هو رقم نمبر 2، اللي هو ناتج من ايه، من السكشوال يعني. بيقول لك مين في دول فيها جينيتك فاريشن. طبعا 2 بس، ما ينفعش ولا 1 ولا 3 لان 1 و 3 مايتوزس. تمام، تبقى 2 بس. السؤال اللي بعده. The figure illustrates two forms of reproduction X and Y in planaria. مين ايه السيميلاريتي بين الاتنين. ماشي، هو البلاناريا عندك في واي ده ايه، واي ده ريجنريشن، فاكيد ده ميتوزس، يبقى نمبر 2 ده ميتوزس. تمام كده. طب وهنا ده سيكشوال ريبرودكشن. هنا عندك سبيرم واوفا وحاجات كده، سبيرم اهو واوفا اهي. حلو كده. السبيرم راح هنا وادي الاوفا، وبعد كده انتج لك هنا ايه، يعني ما حصل فيرتلايزيشن انتج لك الايه الزيجوت صح. يبقى ده الزيجوت. ماشي، الزيجوت بقى عمل لك ايه عشان يديك individual، لازم يعمل ميتوزس لانه بيعمل جروث، فده ميتوزس برضو. امال ده كان ايه، ده كان ميتوزس برضو، لان دي ريجنريشن، فاكيد كل اللي فيها ميتوزس. يبقى واحد واتنين ميتوزس اللي هو السؤال التاني. ماشي، فاختارها ميتوزس. اوعى بالله عليك تقول لي انها ميوزس عشان شفتها بس سيكشوال. مش كل حاجه في السيكشوال ميوزس، هو بس الديفيجن اللي بيديك الجاميتس هو اللي ميوزس، انما وان ده مش مدكش جاميت، ده كان جروس اوف زيجوت انتو ان ادلت individual. تبقى الاتنين ميتوزس اللي هي بي. بيسألك بس similarity between الاتنين.
طيب في البرودكشن طبعا لا. genetic stability برضو لا. ability to adapt to environment لا، ده 1 او اللي على الشمال ده هو اللي adapt الاكس يعني. number of chromosomes in the resulting individual صح، لان في الحالتين انا هنتج بلاناري يعني مش هنتج كائن تاني. تمام، فمادام نفس الانديفيدوال يبقى نفس نمبر اوف كروموزومز ونفس البلويدي. تمام كده. بس يا سيدي خلصنا كده، احنا بقى نقف لحد هنا عشان الفيديو ما يطولش، وباذن الله المره الجايه نكمل بقيه الليسون يعني. يا رب تكون استفدت، وشاش لو عندك اي سؤال تبعت لي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.